السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الجمال والحلاوة دي؟ في الفيديو ده هتعرفي معايا ازاي الفطير يطلع مورق، ازاي ينتفخ منك، ازاي يكون طري وما يكسرش، ازاي نكون ناخد اللون الذهبي الجميل ده. لو ما عندكيش سمنة ولا زبدة هتعملي ايه؟ كله ده ان شاء الله هتعرفيه من خلال متابعتك معايا للفيديو. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. اول حاجة طبعا هتجيبي الطبق او الحاجة بس تكون واسعة اللي هتعملي فيها، واول حاجة هننخل الدقيق. اي نوع دقيق مهما كانت جودته لازم يتنخل، علشان خاطر ممكن يكون فيه رطوبة فنخرجها منه بالنخل. نوع الدقيق المستخدم دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق لجميع الاغراض. تمام كده. بعد ما نخلت الدقيق هحضر معايا مج من المية. المج ده موجود في كل بيت، يعني مج معياري في كوباية مية، وهننزل فيها بمعلقة كبيرة سكر ومعلقة ملح صغيرة، وقلبي الكلام ده كله مع بعضه. هتقوليلي ليه ما حطيتيش الدقيق والملح مباشرة على الدقيق؟ علشان خاطر يا ست الكل ممكن الدقيق يكون السكر والملح يكونوا خشنين فيخرص في العجينة، وبالتالي يخليها تتقطع مني أثناء الفرد. معلش أنا بقول كل التفاصيل والتركات عشان الناس المبتدئة. جبت التاني كوباية مية معايا اهي، وبالمعلقة الخشب لسه ما حطيتش حاجة من الكوباية التانية. نحط المية بالتدريج. خلصنا أول كوباية، معايا تاني كوباية بالمعلقة الخشب، نقلب العجين. ما تبهدليش ايدك من اولها في العجين، يعني ايه ايدنا هنستخدمها بس شوية كده، يعني عشان بس ما تبهدليش نفسك من الاول. وقلبي بقى كله ده، بختلط كله في بعضيه، وكملي المية. انا حطيت كوبايتين مية، ودي الكوباية التالتة اللي انا جبتها. والكوباية التالتة دي انا حطيت فيها اول سر معاكي، حطيته معلقة خل او غطا من الخل، علشان الخل بيديني طراوة للعجينة بطريقة فظيعة. ومتخافيش مش هيخلي طعمها لاذع ولا حاجة، لان احنا مكترين السكر وحاطين معلقة هرمية. واعجني بقى كل الكلام ده في بعضيه. حاولي ما تضيفيش ميه كتير، يعني انا استخدمت 3 كوبايات، انتي لما تيجي تعملي هاتي كوبايتين وخلي التالتة تبني معاكي احتياطي، يعني اللي احتاجناها حطي حاجة ليه؟ علشان خاطر ما تحتاجيش دقيق اضافي. انا هو كيلو دقيق اول عن اخر. شايفة؟ نضفي الطبق بتاعك من العجين وانتي بتعجني. زمان كانوا يعني اجدادنا وكده وامهاتنا يقولوا لنا الست النظيفه بتبان من طبق العجين بتاعها. وهاتيها بقى على الرخامه. شايفه حضرتك ما حطيتش ولا رشه دقيق. وامسكي بقى العجينه، افردي وافتحي فيها ولميها، وهو ده اللت والعجن المفيد بقى، مش الرغي. انا ليه بعمل كده؟ علشان انشط مادة الجلوتين، لان انا عايزة العجينة بتاعتي تنعم وتبقى بتشد. شايفة هنا انا بنغزلك ايدي او بدخل صباعي، بضغط بصباعي في العجينة، وبقولك هتطلع لك تاني يعني لبره لانها لسه ما استريحتش. هتجيبي بقى طبق يعني، وهناخد قطعة من العجين بالطبق ده كده، نقطعها بالطبق ونكورها جوه من الطبق، نلف الطبق كده دايرة على الرخامة بتاعتك. دي بتديني شكل يعني مدور وكده. هنبقى عاملين كل الكور قد بعضها، والفطير هيطلع كله يعني سوا بعضيه، يعني حجم واحد. حضرتك مش عايزة وبتعرفي محترفة ما شاء الله وتقدري تكوريها براحتك، انا بقول للمبتدئ وللمحترف. طلع معايا بالظبط كيلو الدقيق 5 كور من العجين، يعني هتدهنيها دهنة زيت،
وهنغطيها بستريتش او بكيس عادي خالص، وتغطيها برضو بفوطة وتسيبيها تستريح من ربع ساعة لحد ساعة. ما تكتريش اكتر من كده ولا تقللي. انا بعرفك يعني ان انا حطيت الكيس اهو، وغطي بفوطة وسيبيها تستريح. انا هفرد النهاردة معاكم على صينية. وجبت تاني حاجة السمنة اهي سيحتها على النار، وهضيف تاني تركة معاكي وهي البيكنج باودر. سوري، انا جبت البيكنج باودر وحطيته وهقلبه علشان البيكنج باودر هيخليها لي الخليط ده يعني يخلي لي الفطيرة تنتفخ وهي في الفرن. هنا بقى على الصينية هحط معلقة زيت، وهجيب اول كورة وهفردها بايدي. ايوه بايدك، مش هتستخدمي اي حاجة غير ايدك، لان بفضل الله العجينة كويسة ومخدومة كويس في العجن. طريقة الفردة هتفردي الكورة دي وهتبططيها بايدك، وهتاخدي من جوه لبره. هتسحبي العجينة بتاعتك من الحتة اللي في النص على بره، وكل ما بتعملي كده كل ما هتلاقي العجينة بتفرد معاكي. انا هنا بصراحة يعني كنت مريحاها يعني حسبة نص ساعة. انت لو ريحتيها ساعة هتبقى افضل معاكي من معايا كمان، بس انا عشان كنت مستعجلة وعايزة اعمل الفطير ده الغدا يعني. وشدي بقى الاطراف وما تخافيش لو اي حاجة اتقطعت منك، كله ده بيتدارى وبيتعالج. دي اسهل طريقة للفطير. لا بقى الناس بتعملها رول، والرول بيحتاج زبدة، واحنا طيب ما عندناش زبدة يبقى ما ناكلش فطير؟ لا والله ما يحصل. وفي ناس بتجيب سكينة وتشق الفطيرة كده، يعني بالسكينة كده فتحات كده بالطول وتلمها على بعض. طب وليه يا جماعة الغلب ده؟ هو ده الفطير المشلتت الفلاحي على أصول. أنا اتعلمته من خالة زوجي ربنا يديها الصحة. في ناس يا جماعة محترفة اكتر ممكن تفرد على دقيق، بس انا بقولك بلاش تفردي على دقيق، لان الدقيق ممكن يخلي العجينة يعني تتخن منك، سمكها يتخن وما تعرفيش تفرديها. فهو انسب حاجة الزيت، بيزحلق العجينة يعني زي ما بنقول بالبلدي. ادهني بقى سمنة، ادهني بقى خليط السمنة، شايفة؟ ادهني سمن خفيف يعني انا مش بغرق. وتجيبي بقى نص الفطيرة من الجنب ده كده وتحطيها هنا، تتنيها على يعني على النص ده اهو، شايفة؟ وتهني سمنة بين كل فردة وفردة بندهن سمنة. نجيب النص التاني، يبقى الفطيرة عملتها على نصين، ضمتها على بعض، وحط برضو هنا سمنة، وهجيب الحتة اللي من هناك دي في اي جنب فيهم وهطبق كده. ادي تالت تطبيقة، هي دي اللي بتعملي الطبقات، وندهن سمنة. وحاولي يا ست الكل تفردي بايدك اي كلكعة للعجينة عشان ما تعمليش ما تبقى لا بعد ما تستوي ما تبقاش فيها عجين كده وتخين ومش حلو. وهنا دي اخر طبقة اهي برضو سمنة، ولميها بقى كده زي القرص من تحت، لان ده وحاولي تساويه لان ده هيبقى القعر بتاع الفطيرة. وهاتي بقى صينية، افضل تسوية في الفطير الصواني الالومنيوم، وتهنيها سمنة من تحت بسيط ومن فوق، وسيبيها بقى تريح لحد ما تخلصي الكمية كلها. انا بعمل معاكم تاني فطيرة علشان خاطر اثبت معاكم الفكرة وتاخدوا بالكم انا عملت ايه. برضو معلقة كبيرة من الزيت، وهفرد عليها الفطيرة دي. باخد يا جماعة من جوه لبره، شايفة بتتفرد معاكي، عشان كده قلتلك انه من غير نشابة. شايفين جميلة ازاي؟ وقلنا منا يعني ما يشغلناش اي قطع فيها، ما يشغلناش. هتقولي لي طب ليه انت استخدمتي صينية ما تعملي على الرخامة مباشرة؟ هقولك هو ينفع وكل حاجة يا ست الكل، بس انا بسهل عليكي، وانا عايزة الصينية عشان التصوير تلف معايا. اديني اهو بعد ما فردتها كلها بتني الفطيرة من الجنبين، جنبين بالعرض وجنبين بالطول.
وادهني سمنة ولفي دي اهي تالت واحدة. بعرفك ازاي سمنة في الصينية، وطبقي بقى الظرف كده اهو على بعضيه بأي طريقة، المهم انك تعمليها لي كورة من تحت، وساويها بطريقة حلوة عشان متبقاش مكلكعة عجين من تحت. ولمي بقى كده وبططي وحطي في الصينية. كل ما تيجي تعملي كل ما يكون الفطير ريح. انا اهو ادي الفطيره دي كانت على فكره الفطيره الخمسه الاخرانيه يعني، وهسويها كمان على البوتاجاز. هتعملي ايه؟ انا يعني افردي بقى بايدك، خدي من جوه لبره وحاولي تعملي لي سور عالي زي ما بنعمل في البيتزا من الاخر كده. شايفه ان العجينه متورقه صح، هتلاقيها تنتفخ معاكي. انا مصوره المقطع ده بصراحه يعني ماسكه ايد، بصور بايد وبعمل بالايد التانية علشان كنت خلاص هروح على التسوية على طول، فمش هينفع اشيل معايا الحامل يعني اللي انا بصور بيه. هنا ده شايفه بقى يا ست الكل الفطير لونه عامل ازاي؟ تسويته على اعلى درجه حراره في الفرن. اعلى درجه حراره في الفرن هتسوي عليها، عشان لو دخلتيه على حراره قليله هيجزر يعني بالبلدي كده، هينشف منك. شايفه بقى هنا عامل ازاي؟ شايفه بياخد، انا فتحت الشوايه عشان تديني ايه لون من فوق ومن تحت. بعد ما يطلع يا ست الكل عشان يبقى طري معاكي هتعملي ايه؟ بالبخاخه كده فيها ميه عاديه من الحنفيه خالص، ورشراشي اول ما يطلع وغطيه. دول تاني فطيرتين. طيب عشان خاطر الناس اللي بتشتكي ان الفرن بينشف عندها، انا جبتلك اهي حله فيها ميه من الحنفيه، وحطيت الصينيتين وهي على الصاجه من تحت والصينيتين من فوق. هتقولي لي ليه؟ هقولك علشان خاطر البخار اللي بيطلع ده بيخلي العجين الفطير معايا ينتفخ وكمان ما يطلعش ناشف. انا في وسط الكلام ده كله نسيت اقول لكم فين اللايك والاشتراك في القناه، يعني الجمال ده كله ما يستحقش ان انتوا تدعموني. هنا بقى بهساوي للناس اللي ما عندهاش بتاع ده فرن يعني او في مشكله، انا هو على البوتاجاز من فوق. تعلي النار في الاول خالص تاخد لون وبعد كده تهدي، واديني اهو بعد ما خدت لون وبغطي عليها عشان تطلع طريه وتستوي صح وتورق. الناس بقى اللي ما عندهاش لا سمنه ولا زيت هتعمل ايه يا ست الكل؟ مش هنحرمك برضو من الفطير. هتجيبي الزيت وهتحطي عليه كيس بيكنج باودر او نص كيس، وهتحطي معلقتين من الزبادي وتقلبي كل الخليط ده وتعملي الخطوات بقى تكملي فطيرك عادي، وهيبقى جميل بإذن الله، وربنا بيحلي الزاد والله يا جماعة. شايفة بعد الفطير أنا كل اللي بيطلع معايا لازم يترش. ما عندكيش بخاخة بإيدك وخدي مية كده من كوباية ورشرشي. أنا بحللك يعني مش عايزة أي مشاكل تقابلك. شايفة لونه جميل ازاي يا جماعة؟ شايفة اللون من غير ما حطينا قشطة ولا أي حاجة خالص. ليه؟ عشان احنا مسويين صح. ودي الفطيرة الأخرانية اللي كانت على البوتاجاز اهي طالعة زي الفل برضو، علشان ايه؟ محدش يقول ده بتاع الفرن أحلى من بتاع البوتاجاز أو العكس، لأ كله بيبقى جميل، بس سمي الله كده وربنا ان شاء الله بيبارك والحاجة بتطلع زي السكر. شوف بقى رجعنا زي ايام زمان كده. هاتي بقى شوية العسل بتوعك والجبنة القديمة وشوية بقى شاي بالنعناع احبسي بيهم. شايفة بقى